السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنوريكم دلوقتي يا جماعة تقرير بيتكلم عن رأي العلم والأطباء في نظام الطيبات. المعلومات دي يعتبر معلومات حصرية، وفي نفس الوقت موجود المسموحات وموجود الممنوعات للي عايز برضو يكتبها في ورقة وقلم، بحيث اللي عايز يمشي على النظام يمشي على النظام. ودي صورة هنعرضها لكم دلوقتي موجود فيها كل المسموحات للي عايز يمشي على النظام، يعني على شكل هرم كده، بحيث ان انت تبقى عارف ايه الأولوية وايه الحاجة اللي تحت خالص اللي انت ممكن يعني تخليها نص نص، بس في أساسيات اللي هي في أول الهرم من فوق. هنبدأ التقرير. انتباه، هذا هو رأي العلم والأطباء في نظام الطيبات. عليكم قراءة النص بالكامل لتوضيح بعض الأمور. ليه بقى يا جماعة؟ عشان التقرير هنا بيوضح يعني ليه المسموحات وإيه مفهومها وإيه وليه اتسمحت في نظام الطيبات، وبيفسرها تفسير يعني منطقي وعقلاني ومن شكل طبي ومن منظور طبي يعني. يعني ماسك كل حاجة بالتفصيل، وليه الممنوعات اتمنعت وتأثيرها على جسم الإنسان في المدى القريب والمدى البعيد. إيه السلبيات اللي بتأثر على الجسم، ايه الأمراض اللي بتجيبها. هنفصص ده كله في التقرير دلوقتي، بس احنا عايزين بس ان انتوا تنتبهوا معانا وتركزوا، ويا ريت ورقة وقلم اللي عايز يكتب المعلومات دي، بحيث اللي هو هيطبق النظام يبقى عنده مرجع يقدر يمشي عليه ويقدر يستفيد من اللي احنا هنقوله دلوقتي. هنسمي الله ونبدأ. أولا وقبل كل شيء، مناصر هذا النظام يزعمون أنه ساعد الكثيرين في التعافي من أمراض مزمنة. في ناس كتيرة بتزعم إن هي اتعالجت على نظام الطيبات، ويصر نظام الطيبات على مجموعة من الممنوعات والمسموحات، والتي بسببها تم منعه من نقابة الأطباء، واعتبروا أن كل هذه النصائح ليست سليمة. نركز يا جماعة، ليه بقى النصائح ليست سليمة؟ أولا، ما هي الممنوعات والمسموحات في هذا النظام الغريب عن المألوف؟ قبل الخوض في رأي العلم، نتعرف عن النظام أولا، وما هو نظام الطيبات. أول حاجة عندنا الممنوعات. الممنوعات الأطعمة التي يجب تجنبها في النظام. يمنع تناول الدجاج بجميع أنواعه، وخاصة الدجاج الأبيض الرومي. البيض ممنوع نهائيا بجميع طرق طهيه، مسلوقة أو مقلية. بعض أنواع الأسماك مثل سمك البلطي، البوري، والطوبار. ليه؟ عشان دكتور ده قال إن دي بتبقى أسماك في المزارع ومش صحية، لازم تاكل أسماك البحر. المعجنات، المكرونة واللازانيا والرقائق. الدقيق الأبيض بجميع أشكاله ومنتجاته. الحلويات، المخبوزات السكرية والحلويات الشرقية والكعك، وحلويات الأعياد مثل البوتيفور والبسكويت والكحك اللي كلكم عارفينه. البسكويت بجميع أنواعه، الصبلي، البيتيفور وغيرها. المخبوزات العصرية، الكرواسون، الباتيه، والخبز الأبيض الفينو. المملحات اللي هو مثل البقسماط، فتات الخبز، والشابلير، وعجينة البيتزا. الألبان، الأجبان البيضة بأنواعها مثل الجبن، القريش والجبنة البيضة طبعا. الحليب، الحليب السائل، المركز، وحليب البودرة، والكريم شانتيه. الخضروات الورقية مثل الخس، البقدونس، الكزبرة، الجرجير، الفجل، والشبت. كل الخضروات اللي احنا قلنا عليها ده يا جماعة ممنوعة، لأن الدكتور ده قال إن دي عبارة عن ورق بلاستيك ما بيتهدمش، بيبقى صعب الهضم، بيخش جوه الأمعاء بيجرحها وبيعورها وبيضرها، فبالتالي ما بيمتصش كويس وبيعكل الامتصاص، وفي نفس الوقت بيعمل تقرحات في المعدة والالتهابات، بيخليك بعد كده تعاني. وجرب كده، خد اي حاجه من الحاجات اللي هي الخضروات اللي احنا قلنا عليها دي، بقدونس مثلا ولا جرجير، وحطه على النار كده وحاول اللي انت تسلقه، ما بيدوبش ولا بيحصل فيه اي حاجه ولا بيتأثر نهائيا. فده اللي بيحصل بالظبط جوه المعده. نيجي بقى للمشروبات يا جماعه. المشروبات الغازيه ومشروبات الطاقه دي كلها ممنوعه. الفواكه، المانجو لصعوبه هضمها يسمح بس فقط بعصيرها فقط. البطيخ الأحمر والشمام دول ممنوعين برضو. الطماطم ممنوعة إلا إذا كانت مطبوخة ومصفاة تماما من القشور والبذور. صف الطماطم كويس جدا، تتاكل على بركة الله وهي في الطبيخ. فواكه البحر، الروبيان، الكرافت، والحبار والسبيط والكاليماري.
دي كلها الحاجات الممنوعة يا جماعة في النظام، واللي النظام قايم عليها. يعني ده الأساس اللي انت تقدر تمنعه تخف. المسموحات دي بس عشان انت تاكل منها، واللي انت تعيش بصحة، يعني اللي انت تقدر تعيش، وتقدر اللي انت تتحرك وتروح وتيجي. امال اهم حاجة في العلاج والشفاء بإذن الله تعالى اللي انت تمنع الممنوعات دي نهائيا وتماما. ما تعملهاش ولا تجيبها بيتك، ولا تاكلها لعيالك، لان هي دي اللي بتضر فعلا، وهي دي اللي سبب الامراض والالتهابات في الجسم. امال المسموحات اللي دكتور ضياء قال عليها دي حاجات صحيه ومفيده، وفي نفس الوقت اقل ضررا بكتير عن الاكل التاني. فتقدر اللي انت، وفيها فوائد كتيره طبعا، فتقدر انت تاكلها وتقدر تتحرك وتروح وتيجي وتعيش بصحه وسلام لحد بقى ايه ما ربنا يديك العمر كده يعني. لازم يا جماعة نوقف الممنوعات دي كلها تماما، ونمشي على المسموحات بس، للي عايز إن شاء الله يوصل لبر السلام ويعيش بصحة وسلام. نيجي بقى نعرض المسموحات. المسموحات الأطعمة المتاحة للأكل: اللحوم، لحم الغنم، لحم البقر، لحم الماعز، وقطع اللحم اللينة طرية يعني. الأرز بجميع أنواعه سواء كان مسلوقا أو مطهيا بزيت الزيتون. البطاطس مسلوقة ومقلية أو مهروسة بوريه مع الزبدة. الأسماك بقى المشوية باستثناء البلطي والبوري والمربي في المزارع اللي احنا حظرناه في الممنوع. الأسماك الدهنية: الرنجة، السلمون، السردين، والماكريل. كل ده مفيش مشكلة تاكل منه بأمان، ومفيش أي ضرر فيه. أهم حاجة بس البوري والبولتي ده تمنعهم من النظام، على اساس ان دكتور دول قال ان هما يعني دي اسماك مزارع مش اسماك بحر. اما اسماك البحر انت بتاكل منها وانت مطمن، مفيش فيها اي ضرر ولا فيها اي حاجة، وما بيحصلكش منها اي مشاكل ولا التهابات ولا اي حاجة في المعدة. ايه تاني من المسموح؟ الزيتون. الزيتون الاسود والاخضر مع الليمون بكميات معتدلة. العصائر: عصير العنب وعصير الرمان بشرط التصفية الجيدة. عصير القصب مصفى ويستهلك باعتدال. المربى والعسل: مربى التمر، مربى التين، والعسل الطبيعي. الشوكولاتة بقى الداكنة، شوكولاتة اللي هي ذات الدهن يعني، بكميات ضئيلة جدا مش كتير يعني. الخبز: خبز القمح الكامل الذي يحتوي على النخالة. والخبز هنا بقى يا جماعة مش مقتصر بس على ريتش باك اللي هو الحبة الكاملة. لا يعني عادي ممكن تجيب قمح حبة كاملة وتخبزه في بيتك، مفيش مشكلة. نيجي بقى ايه بعد ما قلنا مسموحات والممنوعات، نشوف بقى ايه أثر دوت من منظور طبي. يثير نظام الطيبات جدلا واسعا في الأوساط الطبية. فمن الناحية الإيجابية يتفق العلم مع النظام في ضرورة تجنب الأطعمة المصنعة مثل السكريات والدقيق الأبيض للوقاية من الالتهابات والسمنة. كل ده العلم متفق معاه، وده اللي قال عليه دكتور ضياء. كما أن التركيز على الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والأسماك الدهنية يعزز صحة القلب والشرايين. أيضا قد يجد المصابون بحساسية اللاكتوز راحة كبيرة عند التوقف عن تناول الحليب السائل كما ينصح النظام، وده اللي قال عليه دكتور ضياء. من ناحية أخرى يبدي الأطباء تحفظات علمية تجاه بعض الأشياء، وده اللي احنا هنعرضها دلوقتي. منع الخضروات الورقية كونها مصدرا أساسيا للألياف. يعني هما معترضين على كده، يعني بيقولوا إن الخضروات الورقية دي ده مصدر أساسي للألياف والمعادن الضرورية لصحة الأمعاء. كما أن استبعاد الدواجن والبيض بشكل كامل قد يؤدي لنقص في بعض البروتينات الحيوية وفيتامينات مثل فيتامين B12 ما لم يتم تعويضها بدقة. يعني لو ما كنتش تاخدها من مصادر خارجية، حقن يعني أو برشام، ده يعني هيأثر عليك يعني. يعتمد النظام في فلسفته عن تجنب اللاكتينات والمواد الدفاعية في النباتات التي قد تثير الحساسية لدى البعض، وهو ما يجعل هذا النظام يشبه حمية الإقصاء التي تساعد في اكتشاف الأطعمة التي تسبب تهيجا للجسم، لكنه يحتاج لمتابعة طبية لضمان عدم حدوث نقص في العناصر الغذائية الأساسية على المدى الطويل. يعني قصدهم اللي انت مفيش مشكلة اللي انت لو هتمشي عليه،
بس لازم متابعة عشان خاطر نقص فيتامين B12 ونقص المعادن الأساسية، ولازم تعمل متابعة دورية بحيث اللي أنت تشوف إيه اللي مأثّر معاك، ولو في تعويض ممكن تاخده من برّه ممكن تاخده. ده رأي العلم والأطباء يا جماعة في النظام. وبرضه إحنا بنقول وبننبه اللي عايز يمشي على النظام ما فيش مشكلة يمشي ويجرّب، واللي عايز ما يمشيش وما يتبعش النظام ما فيش مشكلة، دي حرية يا جماعة، واللي عايز يطبّق يطبّق. ورحم الله الدكتور ضياء العوضي وأسكنه فسيح جناته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.